عشان كده احنا عندنا ايه؟ في تعارض ما بين الحاجتين. الصحابه اللي هم اعلى ناس في الامه باجماع الامه مروياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم غايه في القله. يعني ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه، يعني يعرفوا قبل ما ينزل عليه الوحي. فالمفروض يعني كتاب ابو بكر ده يبقى ايه؟ واصل لنا حاجه كده ايه؟ 400 مجلد مثلا احاديث. سيدنا ابو بكر الصديق لا يصح، لا يتفق الصحيحين الا على 6 احاديث مثلا، ليه مخرجين له كل الاحاديث اللي قالها ممكن توصل 22 25 حديث. ابو بكر مسند ابو بكر كله. طب ما هو كان قاعد مع النبي ما بيسالوش اي حاجه؟ طب ده هو لو قال لنا بس الاخبار اليوميه تطلع. هو فين علم ابو بكر في عمله؟ يعني ابو بكر هو ابو بكر عمله. عمر بن الخطاب برضه مروياته قليله، هو عمر كفايه، عمر فعله هو خلاص. فده ايه؟ اولى من القراءه. كان الامهات ايام الامام احمد كان يجتمع في مجلس الامام احمد الاف المحابر، يعني طلبه جايه تكتب، نصهم معهمش محابر، اطفال صبيان من 10 سنين وانت طالع قاعدين متربعين وساكتين، امهاتهم بعدهم الصبح تقول له ايه؟ اذهب الى احمد فتعلم سمته وهديه ودله. بس انت تشوفه بيقعد ازاي، بيتكلم ازاي وبتاع، لانه وكأنه احمد ده شاف مين؟ شاف من رأى. عشان كده كانوا اهل الحديث يقولوا ايه؟ يقولوا طبعا انت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ايه؟ فكان عبد الله بن مسعود اشبه الناس بهدي وسمت النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله. يعني لو رايت عبد الله بن مسعود وكانك رايت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابراهيم النخعي اشبه الناس بعبد الله بن مسعود، فلو رايت ابراهيم فكانك وهكذا. عشان كده بعد كده تنقطع. ما تقدرش دلوقتي تقول لحد روح شوفه في قعدته واكله وسلوكه مع الناس وكلامه وكذا كما مش هتلاقيها دي. عشان كده كانوا الناس يقول لك النساء يروح للصبي ده هيكتب الحديث، لا مش كل الناس تقدر على طلب العلم. امال يروح يتعلم ايه؟ اللي هو المفروض اللي لا يسع جهله، اللي هو ايه؟ الاخلاق، اللي هو الايمان، اللي هو السلوك والهدي والدل والسمت. هي ده بقى ده الضابط العام. لما ده كله بيتشال بيستبدل بايه؟ بكتب. عشان كده احنا عندنا ايه يا مولانا؟ عشان كده عندنا كتب كتير جدا. ليه؟ لان احنا ما عندناش حاجه خالص. يعني عشان اتعلم اللسان الفصيح ما فيش حد فصيح ففي المعجم، عشان اعرف شعر ما فيش شعر، عشان اعرف ادب واخلاق وسلوك وتقوى وحسن تعامل مع الله عز وجل ما فيش، فانا لازم اكتبه. وما فيش تقريبا انا كتبت الامه كلها، لان تقريبا معظم الجزء المحاكى المتمثل العايش اللي الناس تقدر تشوفه مش موجود، فانا اضطريت اكتبه. وعشان اتمثله من جديد فاضطر ايه؟ اقراه. هنا بقى هل ده كويس ولا وحش؟ احنا بنقول هو واقع ولا بد، هيحصل يعني هيحصل. طب في ممكن فايده؟ يعني احنا اللي قلناه ده شكله يعني ينكد شويه. طيب فين الفايده في ده؟ الفايده ان انت لو فعلت هذا حق يعني اخذته بحقه صرت في منزله افضل من الصحابه بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم.